منى بيبدأ مع بن اللي كان شغال في مطبعة لمدة 40 سنة، وبعد ما طلع على المعاش بيبدأ يحس بالملل. وفي يوم وهو بيتمشى بيشوف إعلان عاملاه شركة اسمها ذا أوتفيت جديدة طالبة متدربين جداد حتى لو كبار في السن. وبيقرر يقدم فيها وبيتقبل كمتدرب تحت صاحبة الشركة جولز. وبيقعدوا يتكلموا وبيتعرفوا على بعض، وفعلا بتعينه وبيكون قاعد في الشغل مستني على طول اي ايميل منها طالبة منه اي حاجة او اي شغل. ولكن ده ما بيحصلش لدرجة ان هو بيلاقي ان في مكتب كان مليان كراكيب بيبدأ ينظفه بنفسه عشان يفاجئها، وهو اللي بيفرح جولز. وبيبدأ يتعرف على زمايله في الشغل، بعدين بيعرف منهم إن جولز عاملة اجتماع مع مستثمرين الشركة عشان يعينوا مدير تنفيذي مكانها عشان تتفرغ أكتر لبيتها. وبيعرض بن إن هو يوصلها، ولكن الاجتماع بينتهي بفشل لأن هي ما بتلاقيش أي حد مناسب للوظيفة دي. بعدين بيوصلها بيتها وبيوضح إن هي عندها بنت صغيرة وما بتقدرش تقضي معاها وقت كفاية بسبب شغلها. بيجي تاني يوم وجولز بتتأخر على الشغل، فبين بيروح عشان يجيبها، وبيكتشف إن مات هو اللي بيخلي باله من البنت الصغيرة، وإن جولز هي اللي بتصرف على البيت مكانه. ولكن جولز بتبدأ تحس إن بين بدأ يتدخل في حياتها، وبتطلب نقله يشتغل تحت أي حد تاني. وبعد ما بتوصل الشغل بتفضل قاعدة لحد وقت متأخر، وهو كمان بيفضل قاعد مستنيها تطلب منه أي حاجة. وبتروح جولز تاكل معاه وتشرب معاه ويتعرفوا على بعض، وبتكتشف ان هو اختار الشركة دي بالذات لان هو المطبعة اللي كان شغال فيها لمدة 40 سنة كانت موجودة في نفس المكان ده قبل ما الشركة بتاعتها تفتح. بعدين بيروحها بيتها وبيكتشف انها نامت في العربية لانها كانت سهرانة في الشغل. وتاني يوم بتكتشف ان بن فعلا تم نقله، وبتروح وتعتذر له وتقول له خلاص انا هرجعك تاني زي ما انت. وفي مرة بتبقى راجعة مع بن في العربية وبتكلم أمها وبيتعصبوا على بعض، فبتقفل معاها وبتبعت رسالة لجوزها توصف له قد إيه إن مامتها عصبية وإنها متضايقة منها، ولكنها بتبعت الرسالة لمامتها بالغلط. وبن بيلاحظ ده بيعرض عليها إن هو يروح بيت مامتها ويمسح الرسالة من على اللابتوب بتاعها قبل ما هي تشوفها. وفعلا بيروحوا بيتها وبعد ما هي قالت لهم على مكان المفتاح، ولكن جهاز الإنذار بيضرب فبيجروا بسرعة على اللابتوب ويمسحوا الحاجة ويطلعوا يجروا. وبيجي تاني يوم وبن بيروح عشان يجيب جولز من بيتها، ولكن بيكتشف إن بنتها بتعيط عشان أبوها تعبان وهي مش هتعرف تروح الحفلة بتاعت صاحبتها، فبياخدها هو ويوديها الحفلة. ولكن البنت بتتعب أثناء الحفلة وبيضطر يرجعها بيتها بدري. بيكتشف إن مات جوز جولز بيخونها مع واحدة تانية، ولكن بن بيقرر يخبي على جولز. وتاني يوم وهم راكبين الطيارة ورايحين الاجتماع بتاع المستثمرين، أثناء كلامهم مع بعض جولز بتوضح له إن هي عارفة إن جوزها بيخونها من 18 شهر كاملين، ولكنها ما بتقولش عشان مش عايزة تنفصل عنه عشان بنتهم. وهو بيقول لها أنا كمان عارف بس اضطريت أخبي عليك عشان ما كنتش عارف إزاي أقولك. وبترجع لبيتها فرحانة وبتقول لجوزها إن خلاص عينوا مدير تنفيذي جديد هياخد باله من الشركة وهي هتعرف تقضي وقت أكتر معاهم الفترة اللي جاية. ولكن مات بيحس إن خيانته هي السبب، وبيروح لمراته في أثناء شغلها وبيقول لها أنا كنت بخونك فعلا، وبيعترف لها وبيتأسف لها وإنه هو خلاص أنهى العلاقة دي تماما. فبتفرح جولز وتتصل بالمستثمرين وبتلغي فكرة المدير التنفيذي. بعدين بتجري تروح لبن وتقول له خلاص أنا قررت أخلي بالي من الشركة بنفسي وأكبرها، وهو اللي بيخلي بن يبقى فرحان جدا.